السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا شباب، ازيكم عاملين؟ وحشتوني كتير، يا رب نكونوا دايما عند حسن ظنكم. تعالوا بقى جايين النهارده نتكلم عن موضوع مهم جدا، كابتن احمد مجاهد ومشكله شيكابالا. طيب الحاجتين دول هنبتدي الاول بكابتن احمد مجاهد، ويا ترى هو اهلاوي ولا زملكاوي؟ الصراحه انا خاف اقول ان هو اهلاوي يطلع زملكاوي، واخاف اقول ان هو زملكاوي يطلع اهلاوي تطلعوني في الاخر ان انا راجل كذاب. ولكن في الحقيقه كابتن احمد مجاهد وللامانه السنه دي عمل الواجب مع نادي الزمالك وزياده، حتى لو مش منتمي لنادي الزمالك فهو عمل معاهم الواجب اللي يخليه منتمي لنادي الزمالك. طب انا بقول كلام كده وخلاص؟ لا، مش بقول كده كلام وخلاص. تعال نشوفوا رئيس مجلس اداره نادي الزمالك دلوقتي كابتن لبيب بيقول ايه في حق كابتن احمد مجاهد، وبيوصفه بيتكلم عنه ازاي. بحاجه بسيطه جدا، ان يعني بجد المهندس احمد مجاهد انا شايفه بالنسبه لنادي الزمالك لم يتاخر في طلب لنادي الزمالك نيابه عن اتحاد الكوره. وده كان كلام المستشار لبيب عن كابتن احمد مجاهد رئيس اتحاد الكوره. طب يا ترى كابتن احمد مجاهد من زمان بيساند نادي الزمالك ولا اليومين دول؟ تعالوا نشوف كده رئيس نادي الزمالك القديم بيقول ايه في حق كابتن احمد مجاهد. لا عمرك ما خدمت نادي، والله خدمت نادي الزمالك، اقسم بالله انا مأيد احمد علي الساعه 12 الا ربع مساء حصل تجول. ايه اللي وداك غلط؟ ليه غلط؟ ليه غلط؟ دي هيلعب في افريقيا. عندك مواعيد يا ايام حضرتك احمد سمير فرج، حضرتك بعت عشان التوقيعات ما اتعملتش بال 80,000 جنيه بتوع القيد، ايدنا اهو عمل معاكم واجب برضو قديم، يعني انتوا من زمان، يعني انتوا من الدوري اللي هو 2015 برضو ايام احمد سمير، يعني انتوا كل دوري بتاخدوه اتحاد الكوره بيكون متواطئ معاكم في حاجه معينه. طيب مشكله كابتن شيكابالا بقى مرتبطه بيها بالظبط. يعني كابتن شيكابالا راح لكابتن احمد مجاهد وعايز ينزل اسرته والناس. هي بص في النهايه هي مشكله مش كبيره قوي، يعني مش هتضرك انت في حاجه، يعني انت لو كنت قلت مش هتزعل النادي الاهلي ولا جماهير النادي الاهلي، وانت قلت لا هي ما زعلتش جماهير النادي الاهلي. يعني في كلا الحالتين هو لو كان نزل بابنه، معلش انا اهلاوي يا جماعه والله العظيم، بس يعني الموضوع ما كانش مستاهل يعني بس هو برضو في نفس الوقت والمشكله حاصله بيقولوا طب اشمعنى عمرو السوليه نزل بيته في الاحتفال بدرع الدوري؟ يا ريت تخليك في نفسك، يعني انت بتتكلم عن حق من حقوقك، انت بتتكلم عن حق من حقوقك. بنشوف بره ليفربول، بنشوف محمد صلاح بينزل بيته مكه وبيتصور معاه وعادي والدنيا ايزي، وكريستيانو نفس الكلام. كابتن احمد مجاهد سبب رفضه ايه؟ معرفش، بس في النهايه انت بتجيب سيره النادي الاهلي ليه يا كابتن شيك؟ انت بتجيب سيره النادي الاهلي ليه؟ ومالك ومال لعيبه النادي الاهلي؟ ما تخليك في حالك، خليك في حالك. انت راجل بتحتفل بالدوري، والمفروض ان انت كابتن فريق، وان الجمهور بتاعك بيمشي على اسلوبك وطريقتك، وان انت ما تنسقش لجمهورك وتسيء لنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. طب اجي اقول لك على حاجه، في خلال ال 42 دوري الاهلي خدهم احنا ما شفناش لعيب طلع وشتم وحفل وشتم حد من نادي الزمالك او رموز نادي الزمالك. بالعكس ده اللي بيحصل دلوقتي، وهم عمالين بيشتموا في رموز نادي الاهلي ولاعيبه نادي الاهلي وكل الدنيا عند نادي الاهلي. طب تعالوا كده نشوفوا بعد نهائي القرن قالت ايه بعد المباراه عن تيم الزمالك. هيثم فاروق بكن له كل الاحترام، بقول له هارد لك، هي دي الكوره، لازم فرقه تكسب وفرقه تخسر. مبروك لنادي الاهلي، هارد لك نادي الزمالك، وهارد لك لعيبه نادي الزمالك، لعيبه محترمه وعلى اعلى مستوى. صراحه اداء كان اكثر من رائع برضو لفريق الزمالك، ادوا بكل رجوله بصراحه. طبعا من غير ما انت تقول انا قلت كلام يحترم، وكلام محترم من راجل محترم. انت ليه عكس كده؟ ليه ما تبقاش نظيف ومحترم؟ ليه تبقى اسطوره على قله الادب؟ يعني انت معظم اللي بيقولوا عليك اسطوره عيال صغيره. خدها مني نصيحه، معظم اللي بيقولوا عليك اسطوره عيال صغيره. لان اللي شاف كابتن حسن شحاته وحازم امام ومحمد حلمي زموره والناس دي كلها، لا كلامهم غير بقى، كلامهم غير. ما اعرفش انت ليه غريب يعني عنهم، وان انت بتشتم ومتبع اسلوب الشتيمه والاستفزاز. وحتى يا راجل يعني انت في وقت ان انت فرحان فيه بتشتم برضو، هقول ايه، بتشتم النادي الاهلي وبتشتم حاجه اعلى منك الصراحه. يعني كعبهم عالي عليك جمهور النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي، كل النادي الاهلي كعبهم عالي عليك. العقوبه بقى اللي منتظره حضرتك ايه؟ لو مشيت بما يرضي الله هو ايقاف سنه مفروض، وغرامه ماليه ما تقلش عن 100,000. ليه بقى؟ لان اللي حصل معاك زي اللي حصل مع كهربا.
بس كهربا جت عليه غرامه ماليه مغلظه لان هو ما اتعاركش، مش هو اللي راح يتكلم، كابتن محمد فضل هو اللي شده، ولكن اتطبقت العداله في موضوع كهربا. عايزين بقى تطبق العداله في موضوع شيكابالا، يا ريت يا ريت، ونشوفوا بقى العداله الكرويه مره. يعني كابتن احمد مجاهد انا لو منكم تعملوا تمثال، الدوري ده يتكتب الزمالك وجنب منه بلس احمد مجاهد زائد الفور. يا جماعه الراجل ده مش مستني منكم كده والله العظيم، الراجل ده مش مستني منكم كده، الراجل ده مستني تكريم منكم. يعني بعد ما ادالكم الدوري تعملوا فيه كده؟ معقوله برضو؟ في نهايه حلقه النهارده نشكر كل الناس الجميله اللي كانوا متابعينا والناس اللي فضلوا معانا لحد اخر الحلقه واحنا صدعناهم بصراحه. ونتمنى منك كومنت كده جميل على ذوقك تقول لي رايك في الحلقه دي ايه، وتديني لايك وتعمل شير مع اصدقائك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.